اتجوز 3 مرات ومعرفش يتوب عن البسبسة، وخان كل اللي اتجوزهم باعترافاته، وواحدة بس اللي فضلت في قلبه. حكاية البرنس فاروق الفيشاوي مع الستات، وليه ليلى علوي رفضت تتجوزه. أنا هنادي محمود وتعالوا نعرف إيه الحكاية مع بعض. من وقت ظهور الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي على الساحة الفنية، والجمهور ما كانش ليه سيرة غير مغامرات البرنس فاروق الفيشاوي مع الستات، واللي بيوقع أي فنانة في غرامه بكلامه الحلو ومعاملته بلباقة مع الستات. فمغامراته مع الستات سواء جوه الوسط الفني أو براه ما كانتش بتخلص، فما كانش الكلام بيكون على موهبته الفنية وبس، لكن كمان على مغامراته العاطفية اللي ما كانش بيتكسف يحكي عنها أبدا. فكان دايما بيقول على نفسه إنه بسباس وبيحب الستات. فيا ترى إيه حكاية البرنس فاروق الفيشاوي مع الستات؟ وليه حبه الوحيد ليلى علوي رفضت تتجوزه؟ فاروق الفيشاوي واحد من أشهر نجوم السينما، خاصة مع موهبته الفنية الكبيرة، لكنه كان معروف عنه إنه زير نساء وبيعشق الجنس الناعم، وده اللي خلاه يفشل في كل مرة كان بيتجوز فيها. ففي كل مرة كان بيتجوز فيها فاروق واحدة جديدة كان بيخونها باعترافاته، فكان شايف ان مفيش ست عارفة تملى عينه ولا تخليه يبطل بصبصة، لانه بيحب الستات قوي. فاتجوز فاروق 3 مرات. المرة الاولى كانت من الفنانة سمية الألفي، وهي ام اولاده الاثنين احمد وعمر، واستمر جوازهم لمدة 16 سنة. لكن سمية كانت دايما بتتعرض للخيانة من فاروق، فقرروا الانفصال عن بعض. اما بقى الجوازة الثانية فكانت من الفنانة سهير رمزي، واللي فضل معاها لمدة 5 سنين وانفصلوا بعدها. اما بقى جوازته الثالثة والاخيرة فكانت من بنت من خارج الوسط الفني اسمها نوران منصور، وانفصل عنها بعد فترة. ففاروق فشل في كل زيجاته بسبب حبه للجنس الناعم، واللي كان بيخليه يخون اي ست يتجوزها. ورغم انه دنجوان ويقدر يوقع اي ست في غرامه، لكن الوحيده اللي قالت له لا كانت الفنانه الجميله ليلى علوي. فليلى كانت قصه الحب الكبيره في حياه فاروق الفيشاوي، واللي سعى كتير انه يتجوزها، لكن والدتها كانت رافضه تماما لانها كانت خايفه على ليلى وعارفه مغامرات فاروق العاطفيه. وفضل فاروق ندمان لحد اخر يوم في حياته على انه ما اتجوزش ليلى علوي. فقال في لقاء سابق ليه: انا راجل ما ينفعش للجواز وغاوي طلاق وطلقت 3 مرات، وانا شايف ان كل الرجاله تفصين، وان الست لو اتعاملت مع الحقيقه دي هترتاح، ولازم الزوجه تكون عاقله وفاهمه ان الراجل مهما راح ولا جه هيرجع ليها تاني. وانا من النوع ده لاني بحب الستات قوي، وحاولت اتوب عن البصبصه بس ما عرفتش، وعشان كده قررت اني مش هتجوز تاني. لكن الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها هو اني ما اتجوزتش ليلى علوي، وان مشروع جوازنا فشل حتى قبل ما يتم، وانا ندمان على ده جدا. ورغم ان فاروق الفيشاوي كان دايما بيتكلم عن قصه حبه الكبيره مع ليلى علوي، لكنها كانت دايما بتتجاهل الكلام عن قصه حبهم في اللقاءات الاعلاميه، احتراما لمشاعر زوجته السابقه سميه الألفي، واحتراما كمان لزوجها. ودي كانت حكايتنا النهارده عن فاروق الفيشاوي.